السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا فاكرين يا جماعة الجهاز ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو كان ضحية شركة شحن. ماشي. واللي ده اللي احنا كنا عملنا المسطرة بتاعته كانت مكسرة. لحسن الحظ انا رحت اللي هي سوق الخردة ولقيت جهاز تيبيكال زيه اهو يا جماعة. ماشي. وبدل ما احنا نستخدم اللي هي المسطرة المكسرة بتاعت ده، فاحنا ممكن ناخد المسطرة من الجهاز ده. ماشي. بس قبل ما ننقل المصاري والجهاز ده فممكن طبعا الجهاز ده يتصلح ويشتغل. فانا ما اعرفش طبعا الجهاز ده ايه بالظبط مشكلته او ايه عيبه. فالاول هنشوف اذا كان امكانيه اللي هي اصلاح الجهاز ده. لو ما كانش فيه امكانيه لاصلاحه مثلا او ان اصلاحه هيتكلف، فممكن ناخد المسطره من هنا ونحطها هنا. ماشي. ونشوف الاول نبدا اللي احنا نحط ده في السيريا ونشوف اخباره ايه. انا حطيته يا جماعه في السيريا بس مفيش حاجه خالص. هفتحه يا جماعه ونشوف ايه اللي فيه. وزي ما قلنا فيه احتمال كبير ان احنا ناخده كقطع غيار. شكله فظيع يا جماعه، من جوه كله سلوك مقطع. شايفين ان كان واحد حلاق اللي بيشتغل فيها قبل كده. نعمل ايه يا جماعه دلوقتي؟ نصلحها ولا ناخده كقطع غيار؟ طبعا هي عامله بالنسبه لي عامله زي الغابه. ماشي. يا ترى هبدا منين؟ انا هبدا. لا سلوك مقطع زي ما انتم شايفين، كله سلوك مقطع. لا سلوك مقطع. انا هبدا من الناحيه اللي هي بتاعه الباور. اتاكد ان همشي مع الباور، يعني ده الترانس خلاص اهوت معلقه في الهواء. طب ده الاصفر مع الاسود هو 220. ماشي. ده الاسود اهو، والاسود ده اللي هو المحايد، يعني الاصفر والاسود اللي هو محايد 220. اوكي. طيب انا هلغي الابيض ده لان الابيض ده 110، فالغيه اولا بدل ما هو سايبه كده متساب بالشكل ده. الغيه. اول حاجه يا جماعه هعملها ان انا هكنسل المفتاح اللي هو بتاع ال 110 220 ده، عشان اقلل برضه كميه السلوك ديت واخد على طول من الترانس مباشره على السوكت. طبعا انا بالنسبه لي يا جماعه اهم حاجه عندي اللي انا هبدل طبعا اللي هي المسطره ديت في التاني، في الجهاز التاني اللي انتوا شفتوه اللي هو ده. خلاص. وبعد كده هشوف اللي انا هصلح الجهاز ده مجرد بس للفضول يعني، بس انا عموما كده كده انا هعمله قطع غيار يعني. خلاص مش هستخدمه، مش هصلحه، بس هصلحه بس ايه كفضول يعني او لغرض تعليمي يعني. هبعت دلوقتي يا جماعه واجيب التاني عشان اعمل عملية ايه التبديل. هنبدل برضو البكرة دي يا جماعة لانها كانت مكسرة، لو انتوا فاكرين احنا لاحمينها. دلوقتي يا جماعة احنا هنا خلاص غيرنا اللي هي المؤشر ده وغيرنا اللي هي المجموعة بتاعته. تعال نرجع بقى اللي هي للكاسيت التاني نشوف هنعمل فيه. مهم جدا يا جماعة اللي قبل اي حاجة اللي انا اشوف برضو اذا كان في كهرباء طالعة من الترانس ولا لا. فنوصل ونشوف. This is AC. ده طبعا تيار متغير، تظبط الافوميتر على التيار المتغير. في فولت عندنا هو في 9 فولت طالعين هم. يبقى بالنسبة للترانس هو سليم. الوقت يا جماعة زي ما انتم شايفين انا قللت اللي هي الحجم اللي هي السلوك المستخدمة. ماشي. وفي نفس الوقت قعدت لحام معظم السلوك. في فضل سلكين بس همت اللي هما السلكين بتوع السماعات. فهشوفهم هلحمهم ونشوف بعد كده في ايه الوضع بالظبط.
بعد يا جماعة ما وصلنا كل السلوك ماشي. شفنا جربنا لقينا ان مفيش باور واصل. خلاص نفس المشكلة، بالرغم اللي هو الترانسفورمر الترانس بيطلع كهرباء، وبالرغم اللي احنا قسنا الديودات كلها ماشي، والديودات كلها سليمة. طيب ايه اللي نشك فيه؟ طبعا هي مشكلة باور، فاللي احنا نشك فيه اللي هي المكثف ماشي. المكثف اللي هو الرئيسي اللي هو ده، شايفينه المكثف الاسود ده اللي انا مشاور عليه. خلاص ده اللي احنا نشك فيه، يبقى هي نغيره، لان مفيش كهرباء اساسا واصله، مفيش اساسا كهرباء واصله الجهاز. طيب بنعرف ازاي اذا كانت مفيش في كهرباء واصله ولا مفيش كهرباء واصله اللي بعد اللي هي المكثف اللي احنا بنقيس ماشي. اللي احنا بنقيس بنشوف فيه فولت واصل بعده ولا مفيش فولت. طيب تعال نشوف مع بعض ازاي. طيب اللي يحصل يا جماعه لو احنا دلوقتي غيرنا اللي هي المكثف ده، لقينا برضه مفيش باور. في الحاله ديت هنبدا ان احنا نتبع الفولت ماشي، المسار بتاع الفولت ماشي لفين. بدل ما اضيع وقت انا بعمل الحاجه اللي انا بشك فيها مثلا 90 او يمكن 99% عارف اللي هي العطله من هنا. خلاص، فبدل ما بقعد ادخل في اجراءات تاخد مني تستغرق مني وقت، وانت عارفين الوقت بفلوس، فبشوف خلاص بعمل اسهل. وبعد يعني الاسهل فالاصعب، يعني الاول ببدا بالحاجه السهله اللي هي في ايدي بقدر اعملها في ثواني، وبعد كده ببص بقى للاصعب اللي انا ابدا بقى اللي انا اجيب الافوميتر وابدا اتبع الفولت رايح فين وجاي منين. المشكله يا جماعه فعلا في المكثف، زي ما انتم شايفين السائل اللي طالع اللي نازل تحت ده. خلاص، هو فعلا المشكله في المكثف، فانا هغيره ونشوف. ده يا جماعة هو 1000 مايكرو 16 فولت. لقيت واحد عندي اهوت، ده 1000 مايكرو 25 فولت. اعتقد ده هيبقى بديل كويس ليه. ماشي، نبدأ اشيل ده بقى يا جماعة. خلاص هبدله وارجع لكم تاني. ماشي، تعال نشوف يا جماعة مع بعض اذا كان في الباور رجع ولا ما رجعش بعد ما احنا غيرنا. مش طبعا عملية صعبة أوي ان احنا نشيل المسطرة ونرجعها تاني، لان المسطرة بتاعته بايخة صراحة في تركيبها. خلاص لانها مكسوره زمان زي ما مكسوره كمان زي ما انتوا عارفين. تعال نشوف بقى يا جماعه كده، في باور جه اهو، وفي صوت اهو يا جماعه. تمام، ده كده المهم انت وكده صلحناه. معرفش بقى يا ترى هاخده كده اغيره بعد ما اتصلح ولا هسيبه، لان هو كده دلوقتي بقى شغال كويس. هو يعني انا قلت اصلحه يعني لايه للفضول يعني، بس لما اتصلح الواحد هيرجع في كلامه تاني شكله كده. تمام كده شغال يا جماعه. بس انا طبعا هنا في المكان بتاعي ده مفيش فيه شبكة كويسة، مفيش فيه ارسال كويس. الوقت يا جماعة هو اشتغل، بس في احنا عندنا مشكلة هنا، ودي موجودة على فكرة في ده عيب مصنع ماشي. يعني هتلاقي نفس الموديل ده من كل الأجهزة فيه نفس العيب ماشي. ايه هو؟ ان السوكت ده بتاع الهيدفونز بيعلق وبيفصل السماعات دي. بصوا، يعني دي سماعات هنا محطوطة صغيرة، بيعلق من هنا ماشي. ده اللي بيعلق السوكت، ده اللي بيعلق السوكت ده بيبوظ لسبب او لاخر. فهشوف انا هعمله بجاز. لو ما نفعش هضطر ان انا افكه تاني ونشوف ليه حل، عشان السماعات كده ما هياش شغاله. يا جماعه انا هحاول الحم اللي هي النهايات ديت الاطراف دي ونشوف. عيد لحمها تاني. هنوصل في الكهرباء على كده يا جماعه ونشوف الاخبار ايه.
Okay, this is after resoldering. Now it is okay. دلوقتي كويس يا جماعة بعد ما احنا ايه قعدنا اللحام تاني. هنقفله تاني بقى يا جماعة. يا جماعة دي التجربة النهائية. وعلى فكرة يا جماعة أنا مانيش هاخد قطع غيار. أنا حرام إن أنا آخد قطع غيار وهو شغال كويس.